محافظ ما كانش نفسي ابقى سطحيه خالص، ولا اسال في حاجات ناس سالت فيها كتير جدا. وانت عارف حضرتك ثوره الانترنت الحقيقه في الفتره الاخيره ثوره صعبه شويه. وعلى رأي شيخنا وإمامنا الجليل الشعراوي قال احنا معانا سكينة ممكن نعمل بيها نقتل بيها، وممكن نقشر حاجة ونخليها نظيفة وجميلة جدا. لكن الحقيقة في الفترة الأخيرة يعني انت حضرتك ما قلتش، اما تقولي بقى الزوجة، يعني يا ريت تقول الزوجة هي دكتورة أميرة أبو طالب، أميرة نعيم أبو طالب، والولاد عشان هدخل في هذا السؤال. هي أستاذ اقتصاد مش كده؟ لا، هي أستاذة دراسات إسلامية في الجامعة الأمريكية. قصة لطيفة. وعندك 3 بنات. وعندي 3 بنات. الكبيرة بتخلص آخر سنة في الجامعة الأمريكية ليلى، وسارة في آخر سنة في المدرسة متفوقة، وإن شاء الله تخش الجامعة اللي هي بتحلم بيها. بسم الله ما شاء الله. وهنا صغيرة في آخر سنة إعدادي. ربنا يخليهم لك. تلاحظ في الفترة الأخيرة، وده مش رأيي الشخصي بس عشان ايه مع او ضد يعني، انه دكتورة أميرة أبو طالب كانت موجودة مع الدكتورة ليلى اسكندر في مجلس الوزراء في اجتماع خاص بالبيئة، وقالوا في الوقت ده طب اوكي لانها هي رئيس مجلس إدارة جمعية المعادي المعادي لرواد البيئة بالمعادي، وكان لها تجربة رائدة. فالدكتورة ليلى اسكندر هي من وجهت لها الدعوة ومشيت الأمور عادية وخلاص. بعديها بيوم في مركز اسكندرية اللي موجود، مركز اسكندرية طبعا الطبي اللي موجود في رعاية المرأة والطفل، كانت موجودة برضو، وكان مقبول لأنها في الأول وفي الآخر هي سيدة مصرية وبتشوف ده. ما لم يقبل في المجتمع هو وجودها وإنها قالت أنها نائبا عن المحافظ في قصر ثقافة الشاطبي. ابتدى الكلام كتير جدا، وابتدى طب يعني ما هو في نائب، طب ليه؟ طب عشان ايه؟ وابتدى بقى يعني حضرتك مش ده بس، لا اتقال حاجات تانية. فأنا حابة نخلص من الجزئية دي عشان نبتدي بقى في الشغل يعني. طيب حضرتك قلتي حاجتين مهمين قوي في الحديث دلوقتي، ان قيل هذا وان هي نائبه ليا او تنوب عني في حاجه زي كده. انا عايز اعرف هل في دليل حضرتك على حاجه زي كده عشان يبقى لنا تصرف تاني؟ هي كانت موجوده. لا هل في دليل حضرتك ان حد بيقول انها قالت كده؟ حضرتك موجوده، ده زيها زي كان في ناس كتيره موجوده. حضرتك دي شخص في المجتمع بيحاول يساعد. احنا عايزين نسال السؤال الاكبر حضرتك، هل احنا عايزين السيده تشتغل ام لا؟ طبعا، ده لو قالوا لا هزعل قوي. بالظبط كده. يبقى هو ده السؤال والاجابه بتاعته حضرتك. لو سمحت في لفظ لازم نستخدمه، كل الايادي تشتغل لمصر فورا. مصر في حاجه لكل ايد. ما اقدرش عشان ايد تبقى ابن حضرتك ولا مرات فلان اقول لا. هو في اجر في الموضوع؟ لا. هم قالوا انه حضرتك هنقعد نقول هم قالوا بتعمل مستشار لسياده المحافظ باجر. طبعا ده لازم بيبقى بالعقود اعتقد كده اللي معاه عقد لو سمحت يطلعه عشان خاطر انا اخد اجرائي. طيب حضرتك مش منزعج مما يحدث، او انه الكلام كتير قوي والموضوعات كتيره قوي وطول الوقت؟ طب هو هيروح تاني مع الدكتوره اميره في مقبول في البروتوكولات عادي في الحفلات وكده، لكن هل في مقار العمل مش ده حضرتك حاسس انه يعني ان في انتقاد كبير؟ لا الحقيقه انا مش موافق على كده خالص. ان احنا لازم زي ما قلت ان كل شخص قابل للعطاء يتفضل اهلا وسهلا. انا بيجي لي ناس حضرتك من السلك السياسي من الجامعي كله بيعرض خدماته وكله بينزل يشتغل معايا. ما عنديش اي مشكله حضرتك مين يكون موجود. فلا انا اسف، انا لازم اسال السؤال الاكبر حضرتك، احنا قابلين ان المراه تنزل في الميدان ولا لا؟ هل قابلين اي شخص يدي عطاء بدون مقابل ولا لا؟ لازم الشخص ده يكون موجود وقادر على العطاء في المجال بتاعه. المنصب طيب مش بيحتم عليك بعض الاشياء، ولا حضرتك مش حاسس انه لانك بقيت محافظ الاسكندريه ده هيغير شيء؟ هو السيستم اللي انت ماشي عليه في حياتك ان المراه بكتف الرجل في كل مكان، وتستطيع اذا ما عنديش شبهات، ما بعملش عقود، زوجتي ما بتاخدش حاجه زياده عن اي سيده سكندريه، فانا ممكن امشيها كده. حضرتك لازم نفهم ان المراه دعامه المجتمع.
ده بيحتاجونا يعني بس في الثورات والحشد في كل وقت والاستفتاءات يلا في كل وقت حضرتك. بس احب اريحك، انا جاي عشان اكون الشخص اللي انا هو، لن اتغير حضرتك. انا جاي عشان نعمل الصح، الاستناره ونوري الناس ان كل واحد لازم يساعد في الوقت الحالي. اللي هياخد عليها فلوس انا مش هقبله، مش عايزه حتى لو كان مين حضرتك. احنا التكليف كان واضح وصريح، وبعد كده بعد التكليف كان في ساعتين مع سياده الرئيس والمهندس محلب وسياده اللواء لبيب وكل المحافظين، لا استثناءات وعوده دوله القانون. مش معقول اول حاجه اعملها اروح كاسر القانون، مش انا ولا اي حد انا اعرفه ممكن يكون بهذا السذاجه او بهذا الغلط، لا. يعني الدكتورة أميرة كانت موجودة امبارح، في أحد المخرجين قال إن هو مستقيل من مجلس الثقافي أو يعني أنا يعني مش عارفة قوي، وقال ده اعتراضا على إن زوجة المحافظ تدخلت وقالت ما تصوروش أو حاجة زي كده. الحقيقة أنا أسف إن حد يسيب شغله عشان حاجة بسيطة زي كده، إن حد بيحاول يساعد. ومعرفش طبعا يعني هذا الكلام صحيح ولا لأ، بس أنا متأكد إن مراتي او الدكتوره نعيمه ابو طالب، اميره ابو طالب، انها تكون حاجه زي كده تعملها، تقول ما تصورش، ما تطلعش، ما تعملش، لان مش عامله حاجه يعني. لا حضرتك بس ارجو ان احنا نطلع من هذا الموضوع ونقول هل في اثباتات على هذا الكلام؟ لا ارجوك، فاللي عايز يقيل وقال. احنا لازم نفهم ان عوده ثبات المجتمع انا كمان بامانه مش عايزه اضيع وقتي انا في اعتقد عندنا يعني